اهلا بيكم ركاب اتوبيس 6. احنا دلوقتي في محطة ما تيجي اقول لك مع محمد الليثي. ما تيجي اقول لك في المحطة دي شوية حاجات عدت قدام عيني، شوية تجارب قابلتها في حياتي، يعني هنعتبرها مثلا تبادل خبرات بيننا وبين بعض. استنوني بعد الفاصل ونشوف هنقول ايه النهارده. ورجعنا لكم بعد الفاصل واحنا دلوقتي في محطة ما تيجي اقول لك مع محمد الليثي. النهارده هنستكمل بقية قوانين علم النفس اللي هتخليك تغير حياتك للأحسن. المحطة اللي فاتت وقفنا عند القانون السادس. النهارده بقى أول قانون عندنا القانون السابع، وهو قانون إدارة الوقت. يعني إيه إدارة وقت؟ يعني أرتب أولوياتي من الأهم ثم المهم. وهنا هقول لك حاجة حاول تعملها، دي زي نصيحة يعني. امشي زي السفينة في البحر بين الموج، بس في الآخر هي عارفة هترسى في أنهي مينا. تامن قانون عندنا النهاردة هو قانون الهدف. وهنا يعني هختصر لك الكلام وأقول لك كلمتين أبرك من 10. الحياة بلا هدف زي الجسم من غير روح، الاتنين ملهمش قيمة. والقانون التاسع بقى عندنا النهاردة من القوانين اللي لازم تبقى مدركها كويس، هو قانون الوعي. وهنا اقصد بالوعي ان احنا نعرف اخطائنا فين ونتعلم منها ونحاول ما نعملهاش تاني او نقع فيها تاني. وهنا اقدر اقول لك فن التعلم، يعني فن التعلم ان انت تعرف خطأك فين وما تعملوش تاني، تغلط الغلطة مرة واحدة. القانون العاشر بقى عندنا وانا بعتبره ده القانون الحاسم، وهو قانون التعلم. وانا هنا بقول لك بقى علشان لازم تتعلم لازم تتألم، لو ما تألمتش عمرك ما هتتعلم. وهنهي حلقتي النهارده بقانون النهاية. والنهاية هنا ما اقصدش بيها كلمة النهاية في الافلام، لا، النهاية هنا يعني الهلاك. وهقول لك بقى اهم القوانين اللي لازم هتساعدك في تحسين حالتك، وهو قانون التغيير. وهنا هقول لك خلاصة صغيرة جدا، لو لم تسعى للتغيير فستخسر حياتك. يعني ايه لو ما اتغيرتش هخسر حياتي؟ يعني هتفضل حياتك محلك سر، هيفوتك القطر زي ما الناس بتقول، وهيفوت الوقت وانت في مكانك، وفي الاخر هتقول يا ريتني كنت عملت. يا رب اكون قدرت اساعدكم في وجود حلول تقدر تستفيدوا منها تغيروا بيها حياتكم. كان معكم محمد الليثي في محطة ما تيجي اقول لك. استنوني المحطة الجاية وحاجات جديدة.